اكتشفنا إن البنت بتكلم حد. طبعًا التكنولوجي هتخلّي السيطرة على البنت أو الولد إن هم يدخلوا في علاقات إلكترونية أسهل بكتير. خلّينا في البنت الأول، لإن برضه إحنا مجتمع أكيد يعني البنت في الحتّة دي بتهمنا أكتر. مش أول بقى ما أنا أقفش حاجة أعرّفها إني فتّشت في حاجتها. اوعي تفتشي في حاجات بنتِك بمعرفتها. فيا ريت شوية نصاحة كده عشان نعرف أخبار الأولاد إيه. لازم ولد أو بنت نفتش حاجتهم، ما أقدرش أقول لك لأ. لأن اوعى حد فينا يتخيل إن ابنه ما بيغلطش أو إنه بعيد عن الغلط، أو لا 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 أنا ابني تربيته غير بقية العيلة خالص، ولا أنا ابني ما يكدبش أبدا. ليه ما يكدبش أبدا؟ لا، على فكرة ابنكم ممكن يكدب عادي، وممكن ابنكم يعمل غلط عادي، بس ممكن يكون هو أذكى منكم وأنتم ما عرفتوش. أنتوا ليه فارضين إن ابننا ده لا يمكن يغلط؟ دي أول طريق لضياعه. لو أنا بدأت أفكر إن البنت دي عمرها ما هتمشي غلط ولا الولد ده عمره ما هيغلط، العيال ضاعت. ما توصلولوش إنكم بتراقبوه أو إن أنتم شاكين فيه، لكن إحنا كأهالي لازم نحط الاحتمال ده. لو ابنك اتخانق مع ابن عمه ولا بنت عمه، هو حكى رواية وهي حكت رواية، اوعي تقولي أنا ابني عمره ما يكذب. طب ما هي برضو ابنها عمره ما يكذب. على أي أساس؟ على أي أساس أنت متأكدة قوي قوي كده إن ابنك عمره ما يكذب؟ هتقولي لي عشان أنا عارفة هو بيعمل إيه؟ الولاد بتتغير، ده بين يوم وليلة العيال بتتغير. يبقى احنا لازم دايما نحط في حساباتنا إن مش كل حاجة احنا نفسنا تبقى في أولادنا هي موجودة فيهم. بنتي لا يمكن تشرب سجاير. إيه ده؟ استحالة. أنا معاكي إنه استحالة على فكرة، وأنا معاكي إن فعلا التربية بتاعتك وتربية البيت استحالة، بس أنا مش معاكي إنك أنت مش حاطة الاحتمال ده عشان تحافظي عليها. كلمة استحالة دي أول خطوة في طريق إن ده يحصل، لأنك أنت بتبطلي تقلقي، بتبطلي تدوري